السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات تقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف كل يوم مننا جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك أحدث التطبيقات المحلية والعالمية زي تطبيقات عقارية أو السيارات، أو نعرفك التطبيقات اللي بتسرق بياناتك أو تطبيقات التعارف. والنهاردة هنتكلم عن تطبيق مهم جدا، هو تطبيق دعاء القرآن الآلي مسلم أون. التطبيق ده تقييمه 4.6 من 10، وده بيدل على رضا المستخدمين عن التطبيق. وعدد التنزيلات للتطبيق ده أكتر من 500 ألف عملية تنزيل، ومساحته كبيرة شوية 49 ميجا بايت. التطبيق ده هو الطريق لتقريب القرآن في حياتك. كلنا في حياتنا اليومية بيبقى عندنا ضغوط، ممكن ننسى الورد اليومي بتاعنا. التطبيق ده هيخليك تقول وردك بنفسك، ان انت عن طريق ان انت تثبته على جهازك، وكل يوم هيجيلك ايات وادعية هتظهر على شاشة تليفونك، بسهل جدا ان انت ترددها وان انت تقولها. وطبعا زي ما انت عارف ان قراية القرآن والدعاء مهمين جدا، وبيقدموا لك الهداية وبيساعدوا في نموك الروحي في حياتك. التطبيق ده مش محتاج ان انت تحط خطط كبيرة لقراية القرآن والدعاء. كل اللي عليك في التطبيق ان انت تفعله وتفعل قراءة القرآن والدعاء تلقائيا على الشاشة، وتظبطه على وقت معين، وبعدين هتجيلك تنبيهات بالدعاء ده والآية القرآنية دي على مدار اليوم بطريقة سهلة وبسيطة، بما فيهم كمان الصلوات الخمسة والأدعية وأذكار الصباح والمساء. كل ده هتلاقيه على التطبيق اللي هيقدر يفكرك ويذكرك بالقرآن وبالدعاء في يومك ووسط عملك وشغلك، ومش هتلاقي فيه أي عيوب ولا أي إعلانات. التطبيق ده سهل، تقدر تقرأ القرآن كله من غير جهد، وتقدر تدعي وتقول الأدعية اللي هتهمك في حياتك اليومية. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل ومفيد، وياريت كل واحد بعد ما يحمل التطبيق يقول تجربته الحقيقية في التعليقات عشان الكل يستفيد من تجربته، سواء كانت التعليقات دي إيجابية أو سلبية. ولو انت شفت التطبيق ده بعد فترة وكان عليه تجديدات أو تحديثات، ياريت تبلغنا في التعليقات علشان نقدر نعيده تاني ليك بالتجديدات والتحديثات اللي طرقت عليه. دلوقتي تشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد في عالم التطبيقات، وتقدر تتواصل معانا عن طريق صفحة مراجع برامج لو احتجت أي جديد على الفيسبوك.